ماشيه في الشارع مش ببقى حاسه بالامان، لان دايما بيبقى في حاله تحفز كده، تحفز او يعني ممكن حد يعدي من جنبي فاحس ان انا لازم افكر بسرعه هعمل ايه لو حصل اي مشكله. الناس بيشوفوا الكلام ده افوره، وبيشوفوا الكلام ده اللي هو انا بهول الموقف، بس صدقني لا خالص. بس مفيش بنت في العالم كله ما بيتمش التحرش بيها. لو ما اتحرشتش من الشارع، وده يعني ده المستحيل، هيتم التحرش بيها جوه البيت. مفيش واحده يعني بتروح تحكي لباباها واخوها الحاجات بالتفصيل الممل، لان الحاجات مش بالسهوله دي، يعني حاجات بتبقى مخجله وصعبه شويه. انما لا طبعا بيتم التحرش بيها وزيها زي اي بنت مهما كانت انت شايفها بتعمل ايه مختلف عن البنات، بس بيتم التحرش بيها وهي بتواجه نفس المشكله، بس انت اللي ما تعرفش، يعني انت مش بيتحكي لك بالتفصيل. يعني البنت هي سبب في ايه؟ البنت هي سبب، هي اللي قالت لك تعالى اتحرش بيا. البنت بتبقى ماشيه، لو احنا قلنا ان البنات اللي مش لابسه حجاب، اللي مش متحجبه او اللي لابسه ضيق هي اللي ماشيه في الشارع واللي بيتم التحرش بيها، لا، في منقبات بيتم التحرش بيها، في محجبات بيتم التحرش بيها. الشاب المتحرش عموما لا هو كده، هو قرر يعمل كده او ما عندوش مانع يعمل كده، فالموضوع مش فارق معاه هي البنت لابسه ايه. لا ويعني انا عندي تجارب كتير اعرفها، وناس بتقول لي وبتحكي لي وبتبعت لي ان بيحصل حالات تحرش بكل الانواع، يعني بمحجبات ومنقبات وناس لابسه عادي، يعني كل الناس، حتى كل الاعمار، في من البنات الصغيره في ابتدائي مثلا بيتم التحرش بيهم لحد يعني في ستات كبار يعني فوق ال 40 فوق ال 50 سنه بيتم التحرش بيهم. بنشوف صور زواج والدي ووالدتي ووالدك ووالدتك، كانوا في الصور القديمه كانوا لابسين اللبس القصير واللبس القط، وما كانش بيحصل التحرش دوت. النهارده اعتقد ان اللبس دوت اختلف، بل بالعكس بقى اكثر حشمه ورقيا وساتر اكتر، الى ان نسبه التحرش زادت. ولما بيحصل التحرش حضرتك بتقول اللي بيحصل دلوقتي، المجتمع بقى يهاجم البنت، ما بقاش يهاجم المتحرش. ودي نظره انا اعتقد ان هي تحتاج مجهود من ناس باحثين. ايه سببها؟ ايه اللي حول المجتمع للشكل دوت؟ من اسباب التحرش في مصر ان ان الشباب مش بيعرفوا يتجوزوا بسهوله، وده يعني ده بيتهيألي سبب من الاسباب اللي بيخليهم يتحرشوا بالبنات. طبعا مش كلهم، بس يعني الجزء اللي بيعمل كده، بس ما ينفعش نقول ده السبب الرئيسي او الوحيد، لان في متجوزين بيعملوا كده، وفي ناس عواجيز حتى بيعملوا كده، بس يعني كون ان مفيش فرص عمل ومفيش ظروف ماديه كويسه بتخلي الشباب يقدروا يتجوزوا، ده سبب مهم جدا لازم نحطه في اعتبارنا. يعني اسبابه بيرجع لحاجات كتير جدا، منها الاعلام، ومنها البطاله، منها عدم الوعي. لان انا ده رؤيتي انا، ان انا شايف ان الشباب نظرتها للبنت اللي ماشيه نظره غير ان هي ماشيه بنت وخلاص. لا، هما بيبصوا للمرأة دلوقتي أو بيبصوا للبنت بنظرة جنسية، أو على أساس إن هي السلعة. السينما والتلفزيون والقنوات الفضائية المفتوحة بشكل كبير جدا، والطفل بيشوفها بشكل يومي، فيفاجأ مثلا إن البايونير بتاعه أو البطل بتاعه هو اللي بيحب، وهو اللي بيمشي في الشارع، وهو اللي فبياخد مثله الأعلى هذا الممثل اللي بيقول ألفاظ تشمل وتحي بإيحاءات مختلفة في أغاني أو في فيلم، ودي موجودة. فإذا كان هذا البطل اللي هو النجم بتاعي اللي أنا عايز أبقى زيه بيقول الإيحاءات اللفظية ديت والإيحاءات الجنسية ديت في أفلامه وفي حركاته، طب أنا عايز أبقى زيه، فإذا هقتدي بيه وأنا في سن صغير وأبدأ أعمل التصرفات دي من سن صغير. بس في اسباب تانية كتير طبعا، زي ان في كبت جنسي اصلا، زي ان مفيش قانون، مفيش اي قانون ممكن يمنع حاجه زي دي انها تحصل، مفيش اي رقابه على الناس دي. فده احد الاسباب ديت، تعليم، ثقافه، بيئه. هل هو خرج في مجتمع طبيعي؟ انا بسميه طبيعي، مش هسميه منفتح. ان المراه دي نص المجتمع، ان المراه هي نص كل حاجه، ان هو لازم عشان يتواجد كبني ادم لازم في نص من تكوينه مرأة ونص رجل. فهي ما هياش نظرة دونية قد ما هي نظرة الحقيقة. اخر جهة ممكن الجأ لها لو حصل حادثة تحرش هي الاسم تقريبا، لان انا عارفة ان مش هيعمل اي حاجة، لان هو لا يعني
اولا هيحصل تباطؤ في ان يحصل محضر او كده، ممكن ما يحصلش محضر اصلا، وهيبقى طالب شهود وغالبا مش هلاقي ناس ترضى تشهد معايا. فيعني هو موضوع المنظومه بايظه خالص في الناحيه دي. يعني ان البنت بتخاف ان هي تروح القسم، يعني يتم التحرش بيها في القسم نفسه، وده وارد جدا واكيد سمعنا عنه. تاني حاجه الخوف من العيله، ابوها ممكن ما يشجعهاش او امها ما تشجعهاش، او العيله نفسها ما تشجعهاش، فهو بيكون عندها خوف شديد جدا ان هي تروح القسم. وبعدين حتى لو هتروح القسم في ناس ممكن تشهد ضدها ان هم ما يشهدوش معاها. اكتر حاجه بتساعد على ان هو يكرر الفعل ده ان هي بتبقى ساكته، غالبا بتتكسف تتكلم او بتخاف تتكلم، ولو اتكلمت الناس بيغلطوها هي. فكل الحاجات دي والظروف دي بتخليه يتشجع اكتر ويعمل كده تاني وتالت، ويصعد كمان في اساليب التحرش بتاعته. اقول لها انك ما تسكتيش على اي حاجه تحصل، ما تسكتيش حتى لو تحرش بكلمه، خدي حقك. ناس كتير جدا هتقف معاكي، لو اهلك ما وقفوش معاكي في ناس في مؤسسات مجتمع مدني شغاله على الموضوع ده، وناس نشطاء شغالين على الموضوع ده، فاحنا كلنا معاها. بس ان هي ما تخافش وفي نفس الوقت تكون جريئه. مش اول واحده يحصل فيها كده، بالعكس هي لو فضلت على كده هيحصل فيها مره واثنين وثلاثه، فالمفروض ان هي ما تخافش خالص. لازم يخاف علشان يبطل يتحرش بالبنت، لازم يحس ان هو لو عمل كده ممكن يقع في مشكله، ممكن يقع في ازمه، ممكن يحصل له حاجه، ممكن ما تسكتش، ممكن تفضحه، ممكن الناس يضربوه، ممكن الناس يهاجموه، ممكن الناس يودوه الاسم. فيعني فكره ان انا مقتنعه بالمصطلح بمعنى اللي هو فكره ما تسيبوهوش في حاله، على الاقل افضحيه، يعني على الاقل قولي بيحصل كذا، على الاقل فهمي المجتمع ان هو ساكت على كارثه بتحصل فيه كل يوم. هقول لك ايه غير متحرش، هقول لك ايه غير متحرش.